لو قلت لك هتدفع 10 جنيه في اليوم وهتبقى مليونير بعد 15 سنة، أو هتحوش لأولادك 10 جنيه في اليوم وتسيب لهم 20 مليون جنيه لما يوصلوا سن العشرينات. بحسبة بسيطة كده، لو انت حسبت 10 جنيه في اليوم في 10 سنين، 10 جنيه في اليوم يعني في الشهر بنتكلم في 300 جنيه، يعني في السنة حوالي 3600 جنيه، في 10 سنين حوالي 36,000. فازاي هنوصلهم مليون جنيه؟ اللعبة كلها ان انا احط ال 10 جنيه دي في استثمار ناجح. تعالى اكلمك على صناديق الاستثمار. تعالى نبدأ بصندوق اسمه أزمة Opportunity أو صندوق فرص بتاع شركة أزمة. الصندوق ده تم إصداره في 2021، ولحد دلوقتي متوسط العائد السنوي منه معدي 60% حرفيا. خلينا نفترض إن الثلاث سنين اللي فاتوا دول كان الخير بتاع الصندوق كله، والثلاث سنين اللي جايين الصندوق ده مش هيحقق حاجة خالص، يبقى متوسط العائد خلال الست سنين تقريبا حوالي 30% للسنة. الصندوق بيستثمر في الأسهم، فالمخاطرة فيه عالية. لما نيجي